في وادي يقول عنه العلماء في جهنم يسمى وادي هبهب، يوضع فيه كل من يدخل نكد على مسلم او على مسلمين. وهناك شيخ وجدي في ناس تدخل نكد على اسره، وفي ناس تدخل نكد على حي، وفي ناس تدخل نكد على عالم بأسر. لا اله الا الله. ماذا اين يذهبون من الله عز وجل؟ لان فيه فريضه غائبه نسيناها، وهي ادخال السرور على اخيك. ادخال السرور دي فريضه. الله. فريضه الله. مش يعني نافله، مش اتنفى، مش انا يعني اعمل منظره انا عشان افرحك، لا، لابد ولذلك قال العلماء اذا اردت خيرا فعجله. لان العباس رضي الله عنه، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر جلسوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، اللهم صل. فخرج الرسول لهم بيدردشوا. شوف الدردشه بتاع السلف، وشوف الدردشه بتاع مش عايز اقول الخلف، الفرفشه بتاع الخلف. الله يرضى عليك. دردشه السلف. قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. شوف المعروف، بيتكلموا في المعروف. قال وماذا قلتم؟ قال ابو بكر اما انا فقلت ان خير المعروف تعجيله. عايز تعمل معروف عجله، اعمله على طول. وقال عمر وانا قلت ان خير المعروف تصغيره، ما تكبرش اللي انت عملته ولا عملنا حاجه يا عم، ده تواضع يعني. تواضع تمام. وقال العباس رضي الله عنه وانا قلت ان خير المعروف ستره، لا داعي تفضح الناس وتبرع فلان الفلاني للولد اللي ساكن في الحاره الفلانيه بدراجه يذهب الى هذا المدرسه. فقال صلى الله عليه وسلم ان في المعروف الثلاثه. المعروف فيه الايه؟ ثلاث حاجات. ان عجلته هنأته، التعجيل، وان صغرته عظمته، وان سترته اتممته.